أهلا وسهلا بكم متابعي قناة الرجاء نيوز، وتحية رجوية حارة لجميع عشاق النصر الأخضر. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على آخر وأهم أخبار فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. وكما تعودنا كنتمنوا منكم دعموا القناة باللايك والتعليق والاشتراك وتشاهدوا الفيديو كامل، ونبدأ على بركة الله. أول خبر غنهضروا عليه هو أخبار الميركاتو ديال فريق الرجاء البيضاوي. بعض الأخبار كتقول بأن الرجاء البيضاوي حسم الصفقة ديال لاعب الترجي التونسي مهاجم للاسم ديالو أوغبيلو أونوتشي مهاجم فريق الترجي التونسي. قالوا بأن الصفقة قد بلغت 600 مليون، لكن بعد ما بحثنا في المصدر ديال الخبر لحد الآن الإخوان اللي جانا من داخل فريق الرجاء البيضاوي أن الرجاء البيضاوي حاط لاعب ضمن اهتماماته، ولكن واش حسم الصفقة؟ الإجابة كانت لا. لحد الآن مازال الصفقة ما تحسماتش، لأن إدارة فريق الرجاء البيضاوي خصها بواحد المبلغ، لكن في المقابل إدارة الترجي التونسي طالبت بواحد المبلغ مبالغ فيه، فخلات أن إدارة الرجاء البيضاوي ما تجاوبش مع هذا المبلغ، ولكن المفاوضات مازال مستمرة مع الترجي التونسي. من جهة أخرى الرجاء البيضاوي يتحرك في الميركاتو الشتوي، فأظل حدد في اجتماعه الأخير مع جواد زيات 4 مراكز أساسية يجب تدعيمها. التعاقدات ستشمل ظهير أيسر، متوسط ميدان، جناح بارز، وأيضا مهاجم بمواصفات خاصة. الهدف تقوية الفريق والعودة للمنافسة على الألقاب القارية. القرار جاء بعد ملاحظة النقص في بعض الصفوف. جماهير الرجاء البيضاوي تنتظر أن تكون الصفقات هذه المرة مجدية وصفقات لكتنفع فريق الرجاء البيضاوي، لأن في الآونة الأخيرة، وأقولها في الآونة الأخيرة، أصبح الرجاء يتعاقد مع الخرد وليس اللاعبين. وسمحوا لي على هذا المصطلح، لأن إلى جينا نشوفوا في 10 سنوات الأخيرة غادي نديروا التحديد ديال أن شحال الرجاء تعاقد مع لاعب، تقريبا 1000 لاعب، فنقدر نقول لكم أن 90% ديال اللاعبين اللي وقر معاهم فريق الرجاء البيضاوي كانوا لاعبين فاشلين، إلا القليل فقط. فكنتمنى من جواد زيات أنه يحط هذه النظرة هذه الشمولية، لأن ما بغيناش نبقاو أننا ضحية ديال السماسرة اللي كيقترحوا بعض اللاعبين الخرد على فريق الرجاء البيضاوي. من جهة أخرى الأخبار اللي كتداول حاليا حول اتحاد توركة وصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي المصري بخصوص فؤاد زواني. بعض المصادر القريبة من فؤاد زواني أكدت أن لا أساس لهذا الخبر، أو أن الخبر فقط إشاعة من طرف بعض الصفحات الأهلاوية، لا أساس من صحة لهذا الخبر. ولكن كنصيحة أخوية غادي نعطيها اللاعب فؤاد زواني: حذاري حذاري أن تدمر مسيرتك الكروية في هذا النادي. أغلب اللاعبين الذين ذهبوا للاحتراف في الدوري المصري، وخاصة من بوابة الأهلي المصري والزمالك المصري، دمروا مسارهم الكروي. جل اللاعبين، ونتحدى شي واحد يقول لي شي واحد نجح مع الأهلي ومع الزمالك، حتى من بن شرقي هذا اللي كيقول لك راه نجح مع الزمالك ما نجحش معاهم. نهار غادر الزمالك والمستوى ديالو نزل، ها هو الآن في نادي الأهلي المصري دمرت مسيرته الكروية. بن شرقي دمرت مسيرته الكروية جملة وتفصيلا. رضا سليم حتى هو. بدر بانون، فينا هو داك بدر بانون الإخوان؟ كنتمنى من أي لاعب احترف فين ما بغيتي إلا الأهلي والزمالك. هاد الفرق هادو راه كتدمر المستوى ديالك، واخا يعطوك حتى 10 المليار، راه لاعبين جاو في الطوب ديالهم للأهلي ودمروا المستوى ديالهم. فكنتمنى من فؤاد زواني: اختار الدوري الأوروبي، ولا ما كنتيش تختار الدوري الأوروبي اختار فريق الرجاء البيضاوي كنصيحة أخوية، لأنك غتمشي لأي فريق غتدمر المؤهلات ديالك. وفي الرجاء أنت اللاعب ديالك ديال الرجاء، خاصك تجي للرجاء كنصيحة. من جهة أخرى يوسف بالعمري الإخوار لحد الآن ما زال غلق باب التفاوض من أجل تجديد العقد ديالو رفقة فريق الرجاء البيضاوي. بعض الأخبار كتتداول حول أن يوسف بالعمري وقع عقد تجديد مع فريق الرجاء البيضاوي. لحد الآن ما كاين حتى شي عقد، بل إدارة الرجاء البيضاوي الآن حاسمة وغتفتح باب المفاوضات معاه بجدية تامة في هذه الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، بغية معرفة مصير اللاعب يوسف بالعمري، واش غيستمر مع فريق الرجاء البيضاوي أم لا، أم أن فريق الرجاء البيضاوي ملزم عليه أنه يمشي يتعاقد مع لاعب آخر. وأنا كنتمنى من إدارة فريق الرجاء البيضاوي أن فؤاد زهواني يكون هو أبرز ظهير أيسر اللي يجي لفريق الرجاء البيضاوي، إلى شفنا أن يوسف بالعمري كيتماطل وما باغيش يجدد مع فريق الرجاء البيضاوي، لأن حسب المؤشرات الآن اللي توصلنا بها أن اللاعب لا يريد تجديد العقد ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي، يريد فقط أن يشارك الآن في كأس إفريقيا مع المنتخب المغربي. فنقدروا نقولوا إلى ما تمشي التجديد ديالو، تجديد العقد ديالو في هذه الفترة هذه، كنتمنى من إدارة فريق الرجاء البيضاوي غلق باب التفاوض مع يوسف بالعمري والبحث عن مهاجم أو ظهير أيسر بمواصفات عالية.
من جهة أخرى الإخوان غنهدروا على الأداء ديال يونس نجاري رفقة فريق الرجاء البيضاوي في جل المباريات اللي لعبها، وخاصة المباراة الأخيرة ضد الكوكب المراكشي اللي كان بطبيعة الحال كنحييه وكنشكروه أنه ما طمعش، وأنه شاف أن المدرب الدميعي دار واحد الضغط على يونس نجاري من مشاكي يعطي التعليمات للحارس، ويونس نجاري عارف بأن الدميعي كيعرف عليه كل كبيرة وصغيرة، سلم الكرة أوتوماتيكمون للبلعمري المعموري. فكان واضح الإخوان أن يونس نجاري حط مصلحة الرجاء على مصلحته الشخصية في التهديف، وهذه تحسب له بشكل كبير جدا. ولكن في الأداء ديال فريق الرجاء البيضاوي رغم أنه كيدخل في الشوط الثاني فكيقدم أداء كبير جدا يونس نجاري، باش نكونوا واقعيين، وما كرهتش تكون التوليفة بينه وبين إسماعيل الخافي، لأن كنشوف يونس نجاري كيتقاتل وكيعطي واحد الأداء خرافي مع فريق الرجاء البيضاوي. لهذا جل الآن اللي كينتقدوا يونس نجاري كنحس بهم أنهم ما كيحطوش العقل الصواب، أن اللاعب كيتقاتل ولكن كيشوفوا أنه باقي ديك النسخة ديال يونس نجاري الموسم الماضي باقى عالقة عندهم حتى الآن. من جهة أخرى الإخوان صابر بوكرين من لاعب مايسترو فريق الرجاء البيضاوي إلى لاعب أصبح يغضب جماهير فريق الرجاء البيضاوي، أداء كارثي الإخوان. أتحدى كل من يقول ليه أن بوكرين كيقدم شي مستوى جيد هذا الموسم هذا. بوكرين مع المنتخب المحلي قدم أداء توب، جمع الرجاء أصبح كيجم رجليه بكل صراحة، وهذا الشيء مؤسف أننا نشوف صابر بوكرين كيعطي هذا الأداء الفاشل مباراة والمباراة الأخرى. هنا كنعطيو رسالتنا للمدرب، حيد العاطفة، راه ما كاينش اللي كيخرج على أي بروجي راه هو العاطفة، والناس اللي ناجحين في حياتهم كيكونوا محيدين العاطفة، وأي واحد بغى يمشي في المسار ديالو الجيد في الحياة ديالو خاصو يحيد العاطفة. فأنا شخصيا محيد العاطفة في التعامل ديالي مع أي واحد، لأن نهار خدمت العاطفة نهار كليت فيها العصا. كنتمنى من فريق الرجاء البيضاوي وخاصة المدرب فاضل أنه ما يبقاش يتعامل مع اللاعبين كأصدقاء أكثر من كيتعامل معاهم كلاعبين لفريق الرجاء البيضاوي، وكأنهم لاعبين مشاركين معه في واحد البروجي اللي خاصو ينجح. من جهة أخرى الآن غنعطيكم الإحصائيات ديال البطولة ديال السنة اللي كان فيها زيمباور مع السنة اللي كاين فيها حاليا المدرب فاضل. فاللي كان فيها زيمباور في 7 ديال المباريات عرفت فوز زيمباور في 3 ديال المباريات، وتعادل في 4 ديال التعادلات و0 هزيمة. فاضل الآن أربح 4 ديال الانتصارات، تعادل في 3، ما كاينه حتى شي خسارة. الحمد لله نقدروا نقولوا أداء جيد الآن لحد الآن. فاضل مقارنة مع زيمباور فالأداء الآن جيد لفاضل. حنا الآن غاديين في واحد المسار كيبان لكم أنه مسار غير جيد، ولكن أنا شخصيا كنشوف أن المسار اللي غادين فيه الرجاء مسار جيد جدا. ما خصهمش غير ينهزموا، حتى ولو تعادلوا ما خصهمش غير ينهزموا، خصهم يبقاو يحافظوا على الانتصارات داخل الميدان، والتعادلات إلى كانت خارج الميدان ماشي مشكل، غادي نقدروا نفوزوا بالبطولة. فالأهم الأهم يكون عندنا دفاع قوي، الأهم يكون عندنا حارس قوي، الأهم يكون الخطوط متناسقة، والأهم هو أن اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي يدخلوا من أجل أن يتقاتلوا على قميص فريق الرجاء البيضاوي. هذا هو الأهم اللي كاين حاليا. من جهة أخرى نقدر نقول لكم الكورفا سود المساند لفريق الرجاء البيضاوي تضغط على جرس الإنذار في بلاغها، فالبلاغ عرف بيان ديال كورفا سود برسم الدورة الثامنة للبطولة الوطنية. فاز النسور بهدف، في المقابلة عرفت مردود ضعيف لفريق الرجاء على المستوى التقني للنادي لا يبشر بالخير ولا يرقى إلى تطلعات، وهو ما يستوجب الوقوف على مكامن الخلل قبل فوات الأوان. فالظرفية الحالية تقتضي تصحيح المسار، فقد ذقنا درعا بالأعذار، ولا نحتاج إلى من يشرح الوضعية أو يقدم تبريرات في الصورة ويوضح من أن التبرر. فبالتالي نؤكد مرة أخرى على ضرورة تحسين الأداء واستغلال فترة التوقف لتعزيز التشكيلة وتقوية الخطوط خاصة الهجومية. عمل كبير ينتظر المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاوي والطاقم التقني واللاعبين على حد سواء، ونؤكد أننا لن نقبل بموسم خالي من الألقاب. هذه جملة عجبتني من الكورفا سود باش نكونوا واقعيين، لن نقبل بأن هذا الموسم هذا يكون خالي من الألقاب. أهم عندنا هو البطولة، خصنا نفوزوا بالبطولة. علاش؟ باش نشاركوا في العصبة. الموسم القادم خاصو يكون عندنا فريق في رقعة الميدان وفريق في دكة الاحتياط، ما بقاش شي مبرر الآن. من جهة أخرى الإخوان غنهضروا على عبد الله خفيفي. عبد الله خفيفي كيتعرض لحملة شرسة من طرف صفحات الغريم التقليدي على المردود ديالو القتالي رفقة فريق الرجاء البيضاوي. الآن ما لقاوش حل إلا أنهم كيبغيو يتنمروا على اللاعب، ولكن حنا كرجاويين كندعموا اللاعب عبد الله خفيفي وكنعتبروه كابيتانو ديال فريق الرجاء البيضاوي. عبد الله خفيفي كاريزما، عبد الله خفيفي القتالي داخل رقعة الميدان، عبد الله خفيفي كيقدم أجمل وأروع موسم له منذ بداية مساره الكروي الآن رفقة فريق الرجاء البيضاوي. كل الدعم لعبد الله خفيفي، نتمنى أننا نشوف عبد الله خفيفي ما زال يتألق مع فريق الرجاء البيضاوي وما زال يعطي الأداء الكبير رفقة فريق الرجاء البيضاوي، ويكون من أحد صناع اللقب هذا الموسم إن شاء الله.
من جهة أخرى الإخوان غادي نهضروا على اسماعيل الخافي بكل صراحة وللأمانة. شفت حملة ممنهجة من طرف بعض الجماهير والصفحات كيقولوا بأن اسماعيل الخافي ضعيف وأنه ما قدم حتى شي أداء لفريق الرجاء البيضاوي، ولكن بحكم أنني مدوس كورة، بحكم أنني كنتفرج في كورة، بحكم أنني عارف الأداء ديال اسماعيل الخافي، اسماعيل الخافي الإخوان ما كان دافعش عليه وما عندي معاه حتى شي علاقة، ولكن كلمة حق في اللاعب ما كيلعبش رأس حربة، واللي جا قال لكم اسماعيل الخافي راه كيلعب رأس حربة راه كذب عليكم. اسماعيل الخافي كيلعب كمهاجم وراء رأس حربة، وخير مثال هو الطريقة باش كيلعب، كيكون عنده واحد البريسينغ عالي على لا ديفونس ديال الخصم، فاللي نقدروا نلوموه في هذا الوقت هو المكتب المسير، علاش ما سيناش مع رأس حربة، واللي نقدروا نلوموا أيضا على طريقة اللعب هو المدرب بطبيعة الحال، لأنك عارف أنت اسماعيل الخافي كيدير بريسينغ عالي، ممكن تدخل النجاري كرأس حربة، رغم أن النجاري ما كيلعبش كرأس حربة، ولكن يقدر أنه يتقن رأس حربة أحسن من اسماعيل الخافي. فالآن نقدروا نقولوا ما يقدمه اسماعيل الخافي داخل رقعة الميدان، حتى إلى جيتي تحسب الكيلومتراج اللي كيضربهم في الملعب غتلقاها نسبة عالية جدا، ماشي بحال الرحيمي أو الحسين الرحيمي اللي كان واقف وكيتسنى كرة حتى تجيه يشير عليها ماركا هو هذاك، ما يشيرش عليها نو. اسماعيل الخافي كيخرج يقلب على كرة، كيخدم لا ديفونس، كيدير واحد البريسينغ عالي باش أنه كيعذب ليا لا ديفونس ديال الخصم. من جهة أخرى الإخوان شفنا الخرجة الأخيرة ديال هشام أيتمنى الذي يتمنى الانتصار فقط على فريق الرجاء البيضاوي لتحقيق أمنيته، ألا وهي الانتصار على فريق الرجاء البيضاوي. ولكن نكونوا واقعيين، راه اللي كيعرف هشام أيتمنى غيقول لكم بأن هشام أيتمنى راه كانت عزيزة عليه الرجاء، غير أنه دخل بواحد القضية بأنه بغى يربح في العقود ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، فجواد زياد كان رفض هذه القضية هذه وبقى فيه الحال، ومنذ تلك الوقت وهشام أيتمنى كيحاول أنه ينتصر على الرجاء، ما انتصرش عليها، وكيحاول يتهجم على المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي وعلى الرجاء وعلى الجمهور، ومشى وخرج على فرقة ديال شباب المحمدية نزلت دوزيام سيري بسببه، والآن راه الفريق الغريم غادي في المنوال ديال شباب المحمدية، داكشي ما كيهمناش، شغلهم هذاك. فهشام أيتمنى كنظن أن الأمنية ديالو صعيب باش يحققها رغم التعاقدات الكبيرة اللي دارها، لا يزال الرجاء فريق كبير جدا. على العموم هادشي اللي كاين في آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.